بنات مجرد ما يدخلوا اي مكان بتحسي ان في حاجة اتغيرت. مش لازم يكونوا الاجمل ولا اللي كلامهم كتير ولا اللي صوتهم عالي، لكن عندهم حضور، حاجة كده صعبة تتوصف، ولما يمشوا بيفضل فيه اثر. الغريب ان اوقات الانسان بينسى ملامح الناس، لكن ما بينساش الاحساس اللي حسه معاهم. وده اللي خلاني افكر، ايه فعلا صفات البنت اللي صعبة تتنسي؟ هل الموضوع جمال، ولا ثقة، ولا أنوثة، ولا في حاجة أعمق من كل ده؟ حلقة النهاردة مش عن التلاعب ولا ازاي تخلي حد يتعلق بيكي، لكن عن البصمة، عن الطاقة، عن الإحساس اللي بعض البنات بيسيبوه وراهم بدون مجهود. أعتقد إن أول صفة فعلا هي الراحة. في بنات طول الوقت حاسين إنهم لازم يثبتوا حاجة، لازم يبقوا ألطف، أجمل، أهدى، أكثر قبولا. وده مرهق جدا. حتى لو الشخص مش بيتكلم، الطاقة دي بتوصل. أما البنت اللي مرتاحة مع نفسها، عندها هدوء غريب. مش معنى كده انها واثقة من نفسها 100%، ولا انها عمرها ما بتخاف، لكن مش داخلة كل مكان وهي مستنية تقييم الناس ليها. ودي حاجة نادرة جدا دلوقتي، لان السوشيال ميديا خلت اغلب الناس حاسين انهم لازم يبقوا بيرفكت طول الوقت. لازم الشكل يبقى بيرفكت، والجسم بيرفكت، والحياة بيرفكت. لكن الحقيقة، اكتر الناس اللي حضورهم مريح هما الناس الحقيقيين، اللي مش بيحاولوا يمثلوا نسخة مش بتاعتهم. اوقات اكتر بنت ملفتة بتكون اهدى واحدة في المكان، وده غريب فعلا، لان احنا متعودين ان الكاريزما معناها صوت عالي او حضور مبالغ فيه. لكن لا، في نوع تاني من الكاريزما، وهي الكاريزما الهادية. بنت بتتكلم بالراحة، بتبص في عين اللي قدامها بثبات، مش مستعجلة تثبت نفسها، ومش بتحاول تبهر حد. وده بيخلي وجودها تقيل وبطريقة حلوة. في ناس أول ما تدخل مكان بتحس إنهم بيستهلكوا طاقة المكان كله، وفي ناس مجرد وجودهم بس بيهدي المكان. والناس بطبيعتها بتميل للراحة، علشان كده البنت الهادية الواثقة صعبة تتنسي. في حقيقة يمكن ناس كتير مش بتحب تسمعها. الجمال لوحده مش كفاية، لأن العين بتتعود، لكن الإحساس هو اللي بيفضل. ممكن حد ينسى ملامحك بالتفصيل، لكن يفتكر انك خليتيه مرتاح، يفتكر انه كان نفسه يحكي، انه كان نفسه يقعد اكتر، انه حس انه متشاف. ودي حاجة نادرة جدا، خصوصا دلوقتي، في وقت اغلب الناس فيه بيسمعوا عشان يردوا مش عشان يفهموا. البنت اللي تعرف تسمع فعلا، البنت اللي وجودها فيه امان، دي بتسيب اثر قوي جدا. من اكتر الحاجات الجذابة فعلا ان البنت يبقى لها حياة خاصة بيها، طموح، اهتمامات، اهداف، حاجات بتفرحها بعيد عن الناس. في بنات حياتهم كلها بتلف حوالين شخص واحد، وللأسف ده بيخلي طاقتهم تقيلة، لأنهم بيستمدوا قيمتهم من الاهتمام اللي بياخدوه. أما البنت اللي عندها عالمها الخاص، بيبقى عندها بريق مختلف، تحس إنها مليانة، مش فاضية من جوه، وبتدور على حد يملاها. ودي من أكتر الصفات اللي بتخلي الإنسان ما يتنسيش. وفي صفة تانية مهمة جدا، هي الغموض الصحي. مش التقل، ولا الألعاب النفسية، ولا إن البنت تبقى باردة،
لكن فكرة انها مش بتحكي كل حاجة مرة واحدة. في ناس اول ساعة تعرفيهم فيها تحس انك عرفت عنهم كل حاجة وحياتهم كلها قالوها، وده بيخلي الفضول يختفي بسرعة. اما البنت اللي عندها عمق، اللي كل مرة تكتشفي فيها حاجة جديدة، دي اللي بتفضل في الذاكرة. الغموض الحقيقي مش تصنع، الغموض الحقيقي ان الانسان يكون عنده خصوصية، كل مرة تكتشفي فيه جانب جديد. البنت اللي صعبة تتنسي بتحترم نفسها جدا، وعشان كده الناس بتحترمها. مش بتقبل اي معاملة خوفا من الوحدة، مش بتجري ورا الاهتمام بطريقة مهينة، وعندها حاجة كده اسمها كرامة. تعرف تمشي لما تتأذي، تعرف تقول لأ، تعرف تختار نفسها، وده بيخلي حضورها قوي، لأن الناس بتحس جدا بالشخص اللي قيمته طالعة من جواه، مش من رأي الناس فيه. وفي نقطة مهمة جدا، الأنوثة الحقيقية مش ضعف، مش صوت واطي ولا رقة مصطنعة، ولا إن البنت تلغي شخصيتها. الأنوثة الحقيقية فيها احتواء، فيها هدوء، فيها نعومة، لكن فيها قوة. في بنات جميلة جدا لكن طاقتهم عصبية ومتعبة، وفي بنات شكلهم بسيط جدا لكن عندهم أنوثة تخلي أي حد يفتكرهم. لأن الأنوثة الحقيقية إحساس، طريقة كلام، طريقة تعامل، وطاقة. ومن أكتر الحاجات اللي بتخلي الإنسان مميز إنه يكون نفسه، ودي حاجة بقت صعبة جدا، لأن كل الناس دلوقتي بتحاول تبقى شبه بعض، نفس الكلام، نفس اللبس، نفس التصرفات. لكن البنت اللي عندها روحها الخاصة حتى لو بسيطة بتفضل مختلفة. طريقة ضحكتها، ذوقها، كلامها، تفكيرها، حتى عيوبها أوقات بتبقى مميزة، وده اللي يخلي الناس يفتكروها بعد سنين. تعرفي أكتر حاجة الناس بقت تدور عليها اليومين دول هي ايه؟ الراحة، مش الكمال، الراحة. في عالم كله ضغط وصوت عالي وتمثيل، الشخص المريح بقى نادر. البنت اللي مش بتحسس قدامها بالتوتر، مش بتحكم عليه، ومش بتحاول تسيطر، دي بقى وجودها بيبقى مختلف جدا. وفي ناس فعلا مجرد القعدة معاهم راحة نفسية. وفي المقابل في بنات جميلة جدا لكن بيتنسوا بسرعة. ليه؟ لأنهم كانوا طول الوقت بيحاولوا يبقوا أي حاجة غير نفسهم. شخصيتهم بتتغير حسب اللي قدامهم، طريقتهم بتتغير، كلامهم بيتغير، ومفيش روح واضحة، وده بيخلي الإنسان صعب يعلق في الذاكرة. لأن أكتر حاجة بتخلي الإنسان مميز هي الصدق، إنه يكون حقيقي. وفي الآخر البنت اللي صعبة تتنسي مش شرط تكون الأجمل، لكن غالبا هي البنت اللي خلت الناس تحس براحة، بهدوء، بأمان، بحضور مختلف. والأجمل إن كل الصفات دي مش محتاجة تمثيل، لكن أكتر حاجة فعلا بتخلي الإنسان ما يتنسيش إنه يكون حقيقي.